واش عمرك تخيلتي شنو كيوقع منين كيدخل الانسان للقبر مباشره من بعد اخر لحظه ديال الحياه؟ الجسم كيبدا واحد الرحله صامته داخل التراب. اول حاجه من كتدفن الجسم كيبقى معزول على الهواء نهائيا، وهذا العزل كيبدل كل شيء في سرعه التحلل. الساعات والايام الاولى الحراره الداخليه كتنقص، وكيبدا الجسم كيدخل في مرحله التغيرات الكيميائيه الطبيعيه بلا حركه وبلا دم. من بعد كيبدا الضغط داخل التربة والرطوبة كيخدموا دور مهم، الجلد والأنسجة الرخوة كيبداو يتأثروا، كتولي البيئة الداخلية مناسبة أكثر لنشاط البكتيريا اللي كانت أصلا في الجسم. هاد البكتيريا خصوصا ديال الأمعاء كتبدا تستهلك الأنسجة من الداخل وكتطلق غازات طبيعية، وهذا الشيء هو اللي كيساهم في التغيرات السريعة اللي كتوقع في الأيام الأولى. ومع مرور الوقت الجسم كيدخل في مرحلة أبطأ، الأنسجة كتحلل تدريجيا، السوائل كتنقص والبنية كتضعف بشوية بشوية تحت تأثير التربة والرطوبة ودرجة الحرارة. بعد أسابيع أو شهور حسب الجو ونوع التربة ما كيبقاش غير بقايا صلبة أكثر مقاومة وهي العظام. ولكن حتى العظام ماشي دائمة، مع السنين كتآكل تدريجيا حتى كتندمج مع مكونات الأرض. وفي الأخير اللي كيبقى هو فكرة واحدة واضحة: الجسم كيرجع للطبيعة اللي جا منها في واحد الدورة دقيقة ومحكمة ماشي عشوائية. وهذا الشيء كيدفعنا نسولو راسنا: إلا كانت النهاية هكذا طبيعية، واش الحياة نفسها ماشي غير مرحلة مؤقتة في هاد الدورة الكبيرة ديال طبيعة الحياة؟ سبحان الله.